السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد القصه عمركم سمعتوها في حياتكم، فيها التشويق، فيها المغامره، داكشي اللي كيعجبكم. ولكن ماشي انا اللي غنعاودها لكم، غيعاودها لكم واحد صانع محتوى اسم ديالو خليل فحصي، جاني من مدينه مكناس. بغيتكم تسمعوا القصه وتعيشوا معها حتى الاخر، حيت فعلا تستاهل انكم تسمعوا ليها. رجل يخرج في رحلة عجيبة بسببها الجنة ستشتاق لهذا الرجل اللي كان مجوسي وتعبد نار مقدسة ومستحيل يخليها تطفى. من بعد هذه الرحلة يوضع خطة عبقرية تخلي المسلمين ينتصروا في معركة النبي والصحابة حصرتهم فيها الجيوش من كل مكان. هذا الرجل اللي غادي يدخل على الأموال والأراضي ويهرب من دولة كانت من أعظم الإمبراطوريات في ذيك الوقت. يخرج في رحلة باش يبحث على السعادة والدين الحقيقي، لكن الحاجة اللي ما غاديش يتوقعها أنه في هذه الرحلة غادي يولي عبد يباع ويشترى في الاسواق. اليوم وفي قصه جديده نتكلموا على اول رجل من بلاد الفرس على الاسلام ديالو، والله اختاره باش يكون واحد من اصحاب النبي محمد عليه الصلاه والسلام، الباحث عن السعاده اللي خرج في رحله غريبه عجيبه، رحله اللي غادي تغير حياته. في البدايه ديالها كانت يعبد النار، ومن بعد يولي من اكبر القساوسه، وفي النهايه على الاسلام ديالو، والله اختاره باش يكون واحد من اصحاب النبي محمد عليه الصلاه والسلام. تبدا الحكايه في بلاد فارس، امبراطوريه سكانها يعبدون نار مقدسه وعندها خدامه مستحيل يخليوها تطفى. وفي مدينه اصفهان وفي ديك القريه عايش فيها واحد الرجل من اسياد ديك القبيله، هو الدهقان ديالها الكبير والسيد، عنده اموال واراضي وخيرات كثيره. وهذا الراجل عنده بزاف د الابناء، واحد منهم عزيز عليه بزاف وما تيفارقوش. هذا الولد تيقول ابي حبسني في بيته كما تحبس الجاريه بقوه ما عزيز عليه. كانت سميتو روزبا بن يودخشان، واجتهد في دين الفرس لدرجه انه ولا المسؤول على النار المقدسه ومستحيل يخليها تطفى. واحد النهار باه كان مشغول بزاف، هو عيط له قال له بغيتك تمشي للقريه الاخرى وضرب عليها طله وشوف البيزنس كيف غادي. وفعلا مشى، وفي الطريق غادي تبان ليه كنيسه من كنائس النصارى. خوتنا جالسين تيتعبدوا لداخل، تيسمع اصوات وترانيم غريبه، خونا ما فهم والو بقوه ما باه ما تيخليش يخرج. اصافي غلبوا الفضول، هو يدخل لعندهم. وهنا كانت المفاجاه، روزه تفاجأ بالمنظر اللي شاف، ناس يتعبدون باصوات جميله. خونا عجبو داكشي اللي شاف وبقى جالس معاهم حتى غربت الشمس، وقال مع راسو هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه. صافي نسبه وداكشي اللي وصاه عليه. الولد رجع ولقباه تيتسناه، قال له واش تعطي لي هذه فين كنتي؟ روزبا ما غاديش يكذب، قال له يا ابتي مررت باناس يصلون في كنيسه لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم. الأب بدا تيخاف، قال له يا بني ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. الولد وباه غادي يبداو يتناقشوا، وبطبيعة الحال الأب غادي يخسر في هذا النقاش. وهنا ما بقى قدامه حتى شي حل من غير أنه يحبس روزبا في الدار، ربما ينسى عليها التخربيق. الولد ما غاديش يستسلم، ويصيفط رسالة للنصارى اللي في ذوك الكنيسة، وقال لهم إلا كانت جاية شي قافلة وغدا للشام فعلموني. وداكشي اللي كان يا سادة، النصارى علموه وروزبا هرب من الدار وخرج باش يبحث على الدين الصحيح اللي يخليه يعيش في سعاده. بعد مرور ايام غادي يحط رجليه في بلاد الشام، ومباشره يسول الناس ويقول لهم شكون هو افضل واحد يقدر يعلمني النصرانيه. فقالوا له الاسقف في الكنيسه. مشاو دخل عنده وقال له انا باغي نتعلم لهذا الدين ونولي نصراني، الا قبلتي نبقى معاك تعلمني وفي المقابل انا نكون الخادم ديالك. الاسقف غادي يقبل، وروزبا ولا خدام عند اسقف طماع تيامر الناس بالصدقه، ومن بعد ديك الفلوس تيجمعها والدرهم ما غاديش يخرج. تخيلوا مع الوقت ما غاديش يبقى يحملوا، واخيرا غادي يتهنى والاسقف مات والنصارى تجمعوا باش يدفنوه. روزبا قال لهم واش من نيتكم؟ الرجل كان يامركم بالصدقه ومن بعد تيجمع ديك الفلوس وتيخبعها، وإلا ما تيقتونيش يا ساده يلاه معايا ونوريكم فين مخبع الكنز اللي جمع على ظهركم. الناس لقاو الكنز وحلفوا ما يدفنوه، سيصلب ويرمى بالحجاره. النصارى جابوا رجل جديد بلاصه الاسقف اللي مات، وروزبا غادي يرتاح له، رجل عابد زاهد وغادي يعلموا اشياء كثيره. مرت الايام يا ساده والاسقف قرب يموت، فقال له روزبا انا دابا ولفتك، فين نلقى شي واحد بحالك اللي يقدر يعلمني الدين الصحيح؟ وريني شي واحد بحالك ونمشي عنده. الاسقف قال له يا بني صعيب تلقى شي واحد بحالي، ولكن اذهب للموصل، هناك يوجد رجل ما غاديش يبخل عليك. روزبا مشى للموصل وفعلا لقى تماك رجل عابد زاهد، قال له ان فلانا اوصاني اليك، انا جيت عندك باش تعلمني. اصدقائي كيف ما العاده بقى مع الرجل حتى قرب يموت، فقال له وريني شي واحد يكون بحالك وعلى الدين ديالك نمشي عنده. تخيلوا من الشام للموصل، ودابا عاوتاني خاصو يجمع حوايجه ويمشي لمكان مجهول وما تيعرف عليه والو، وهذا الشيء كامل باش يتعلم الدين الصحيح. الرجل قال والله لا أعلم أحدا على مثل ديني إلا رجلا بين الصيبين، سير عنده وما يكون غير الخير. وفعلا مات الأسقف، وفعلا روزبا لقى تماك رجل قمة في الاحترام والزهد والعبادة. يا سادة في هذه الفترة مازال ما كاينش الإسلام، النبي لم يبعث للناس. مرت الأيام والرجل حضرته الوفاة، فقال له وريني شي واحد نمشي عنده. فقال الأسقف في هذه الأرض الواسعة لا أعرف أحدا على مثل ديني إلا رجل واحد في عمورية،
ناري هاد الرحله ما غاديش تسالي، ما عندي ما نخسر. وفعلا مشى لعموريه ولقى رجل كيف ما وصف له الاسقف ديال النصيبين. كيف ما توقعتوا يا ساده الاسقف قرب يموت، وفي هذه المرحله روزبه كندبر على راسه بفليسات واغنام وابقار. القسيس قال له للاسف في هذه اللحظه لا يوجد احد على هذا الكوكب بمثل ديني، سواء انا ولا الناس اللي تعلمت عندهم في البدايه. الاسقف قال يا بني قد اضلك زمان نبي غادي يخرج من بلاد العرب وبدين النبي ابراهيم عليه السلام، غادي يخرج في ارض جات بين حرتين مكان عامر بالنخل، وهذا النبي علامته باينه، لا ياكل الصدقه وياكل الهديه، وبين الكتاف ديالو كاين ختم النبوه. الا قديتي يا روزه تمشي لديك البلاد فهذه احسن حاجه غادي دير في حياتك كامله. اصدقائي هذه اجمل وصيه غادي يسمعها روزه، هذه المره ما غاديش يمشي عند شي اسقف، يمكن الله غادي يكرمه ويخليه يولي واحد من اصحاب نبي محمد عليه الصلاه والسلام. روزبه في هذه اللحظه فرح وما قدته فرحه، غادي يلقى قافله غدا لجزيره العرب. قال لهم يا ساده دوني معكم ونعطيكم الابقار والاغنام ديالي، وفعلا مشى معاهم حتى وصلوا لواحد الواد بين المدينه والشام. خوتنا غدروه وداو له رزقه وغادي يبيعوا روزبه لواحد اليهودي، وبين عشيه وضحاها اصبح عبد عند يهودي اللي ما غاديش يطول عنده بزاف ويبيع لولد عمه اللي كان يهودي ومن بني قريظه. سبحان الله، تقول ربي تيسر له الطريق. اليهودي كان من بني قريظه وساكن في المدينه اللي ما بقاش بزاف، ونبي الاسلام محمد عليه الصلاه والسلام قريب يجي يسكن فيها. روزبه في الطريق بدا تيلاحظ وتتفكر الاوصاف اللي قال له الاسقف، هذه ارض جات بين حرتين وفيها بزاف ديال النخل. روزبه بقى خدام عند اليهودي في النخيل ديالو، ويطول معاه واحد المده حتى يجي النهار اللي يكون روزبه فوق النخله واليهودي يجي عنده ولد عمه معصب، وقال يا فلان قاتل الله بني قيلة والله إنهم الآن لفي قباء مجتمعون على رجل يزعمون أنه نبي. روزبه غير سمع هذا الكلام شدته التبوريشه وعينه دمعات وكان يطيح من فوق النخله. نزل وقال له واش هذا الكلام تنسمع؟ اليهودي جمع معاه بالتصرفيقه وقال له رجع لخدمتك ودخل سوق راسك، نسى بانه راه عبد يباع ويشترى وما عندوش الحق يتكلم. غادي يبقى صابر حتى غادي يوصل الليل ويجمع التمر اللي كان عنده ويمشي يجرب هذا الرجل اللي تيدعي النبوه ويشوف واش بصح ولا لا. مشى ولقى النبي محمد عليه الصلاه والسلام جالس ودايرين به الصحابه، ودخل عنده وقال له راني سمعت بانك رجل صالح، عاد جيتي لهذه البلاد وعندك صحابك يكونوا عياو، وهذه صدقه ليك، كلوا واستمتعوا مع راسكم. النبي عليه الصلاه والسلام لا ياكل الصدقه، شدك التمر وعطاها للصحابه وقال لهم تفضلوا تاكلوا. في هذه اللحظه يا ساده روزبه تاكد من العلامه الاولى، ما كلاش الصدقه. مره اخرى يجي عنده وقال له المره اللي فاتت ما كليتيش الصدقه وانا دابا جايب لك الهديه. النبي عليه الصلاه والسلام غادي ياكل من الهديه، وروزبه غادي يتاكد من العلامه الثانيه، وبقات علامه وحده. وهذه المره النبي عليه الصلاه والسلام كان في واحد الجنازه، روزبه جا وسلم عليه ودار تيشوف له في الظهر ديالو. النبي عليه الصلاه والسلام شافه وعرف بان الرجل باغي يتاكد من داك الشيء اللي وصفوا ليه. النبي يا ساده حيد الرداء اللي كان لابس على ظهره، وروزبه غادي يتاكد من العلامه الثالثه. السيد ما مصدقش راسه، انا واقف قدام النبي صافي هذه نهايه الرحله. وصافي حكى للنبي القصه ديالو، كيفاش ولد امير خرج من بلاد فارس للشام للموصل للنصيبين وعموريه حتى وصل لبلاد العرب وحقق الحلم ديالو وتلاقى مع اخر نبي على هذا الكوكب واعلن الاسلام ديالو. يا ساده هذا الرجل هو اول واحد من الفرس يعلن الاسلام ديالو، خرج يبحث على السعاده ولقاها، وغادي يولي من الصحابه الكرام اللي بسببهم وصل الينا الاسلام فرضي الله عنهم اجمعين. سلمان الفارسي اول المعارك ديالو مع المسلمين كانت في غزوه الاحزاب، المدينه المنوره دايرين بها الجبال، لكن كاينه واحد البلاصه خاويه وجيش قريش والحلفاء ديالهم غادي يدخلوا منها. في هذه اللحظه يا ساده سلمان غادي يقترح عليهم واحد الفكره عبقريه وعمر العرب سمعوها، ديك الجهه اللي مفتوحه والاعداء يهاجمونا منها نسدوها. كيفاش؟ غنحفروا خندق وهكذا ما يقدوش يهاجمونا. يا ساده قريش جايين فرحانين، محمد اليوم سيهزم، ولكن غير وصلوا لقاو خندق عمرهم شافوه، وقع عليهم ايرور. العرب مولفينش يشوفوا داك الشيء، العرب في الحروب عمرهم استعملوا الخنادق ماشي العاده ديالهم. المسلمين بقياده النبي عليه الصلاه والسلام وقريش اللي جمعات القبائل وبغات تهنم النبي واتباعه. المعركه يا ساده كانت صعيبه بزاف، وفكره حفر الخندق اللي اقترحها سلمان الفارسي عاونات المسلمين ذاك النهار. قال له يا رسول الله كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. فهذا اليوم اللي الأحزاب تجمعوا على المسلمين، الأنصار والمهاجرين كل منهم يقول سلمان منا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فاجأ الجميع وقال سلمان منا أهل البيت. كانت عنده مكانة عظيمة لدرجة أن الجنة تشتاق لثلاث أشخاص، علي وعمار وسلمان. من بعد وفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام سلمان شارك في فتوح العراق وإمارة المدائن. خلفاء خصصوا له راتب 5000 درهم، لكن ديك الفلوس كاملة كان غير تتصدق بها على الفقراء. قالوا في الوصف ديال سلمان بأنه كان شخص لبيب حازم من عقلاء الرجال وعبادهم. وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه
سلمان الفارسي غادي يموت. نتمنى تكون عجبتكم القصه كما عجبتني حتى انايا، وما كرهتش تعطيوني الاراء ديالكم في التعليقات. والمزيد من القصص ديال الاخ خالد دخلوا عنده الصفحه ديال الفيسبوك، غتلقاو بزاف ديال القصص واكيد ان شاء الله غيعجبوكم. ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.